ترى حلو إن الإنسان يكون طيب ويعني يكون مسالم ويتعامل مع الناس بشكل كويس، لكن مو تكون الطيبة هذه اللي تكلمت عنها بزيادة إنها تأثر على حياتك، تأثر على شخصيتك. جرب إنك أنت تتعلم متى تقول إيوه، وجرب إنك أنت تتعلم متى تقول لا. لا تبدي الناس على نفسك. دائما أنا أذكر حتى حالاتي إنه من أهم العلاقات بعد الله سبحانه وتعالى علاقتي بنفسي، لأنه علاقتي بنفسي هي أكثر علاقة ممكن تساعدني إني أنا أتعامل كويس أو أتقابل مع الأشخاص اللي قدامي، يعني بطريقة ما تخلي مثلا إنه أكون مثلا يعني تعرضني لضغط نفسي. يعني نفسك أولا. لما أنت من الأشخاص اللي مثلا تقعد تبدي الناس على نفسك وتقعد تضغط على نفسك وتقعد تقول للناس طيب حتى لو على حساب صحتك وحياتك، مين اللي بيتضرر أولا وأخيرا؟ أنت. تمام. الطيبة لها مقياس. أعرف أنا متى أقول أوكي ومتى ما أقول أوكي. هل هذا الشخص يستاهل إني أنا ممكن إني أساعده، بس مو ضروري إني أنا أساعده في كل مرة يعني يحتاجني فيها أكون فيها available على حساب نفسي، أكون فيها متاحة على حساب نفسي. أنا كمان لي أوقات لنفسي، لي أوقات لراحتي، لي مساحتي الخاصة. فمو ضروري إني أنا أكون متواجد دائما في أي شخص ممكن يطلب مني طلب. ذكرت لي أهلك نصيحة يعني بخصوص الأهل أو الزوجة، أو يعني ما في حاجة إنك أنت تكون طيب معهم إذا كانوا هم كمان بيعاملونك بنفس المعاملة إن هم طيبين معك. بالنسبة لمديرك برضو يعتمد كيف شخصيته، كيف علاقته معك. هل هو من الناس اللي يعديلك، ولا هو من الناس اللي مثلا يعني يقرفك في حياتك ويقرفك في دوامك. بس إنه زي ما أقول لك، أرجع أذكرك لا تقول دائما إيوه. اتعلم متى أقول لا، متى يعني خلاص ما أضغط على نفسي في كل حاجة أيوة 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 أيوة. تمام. لأنه معليش يعني بالنهاية ترى هذا الشيء إنه غير إنه طيبة ضعف شخصية، إني أنا ماني قادر أقول لا. طب إيش يمنعني مثلا إني أنا ما أقول لا؟ فأركز على نفسي أولا، احتياجاتي أولا، إيش أحتاج أنا. يعني مثلا على سبيل المثال حديك مثال، أنت تبغى تنام الآن، هذا وقت نومك وراحتك. يجيك أحد مثلا يقول لك أباك تجيني على مسافة 70 كيلو مثلا، تقول له أوكي أنا دحين جايك عشان مثلا أنا طيب بزيادة ولا ما أقدر أقول لا. طب أنا تعبان ما أقدر أروح يعني. فهمت علي كيف؟ فلازم تعرف متى تقول